في قلب الجيزة وتحديدا عند هضبة الأهرامات الشاهقة، العالم كله مستني افتتاح المتحف المصري الكبير. مشروع اتولد في ذهن وزير وعانت رحلته من تأجيلات لا تعد ولا تحصى. فتعالوا بينا النهاردة نغوص في تفاصيل ازاي الحلم ابتدى وايه اسباب تأخره وايه القصد من افتتاحه. الحكاية بتبدأ في التسعينات لما فاروق حسني كان وزير الثقافة وقتها، واللي بيتنسب ليه الفضل في وضع الفكرة الأولية والمشروع الطموح لعرض التراث المصري في تحفة حضارية بتجمع كل المقتنيات الأثرية في مكان واحد. الموضوع أو المشروع ابتدت فكرته في سنة 1992 وصدر قرار جمهوري وقتها باعتبار المشروع رسمي، وتم فتح باب التقدم يعني بالتصميمات بالمتحف المصري الكبير عشان يكون بديل ومعزز للمتحف المصري القديم اللي موجود في التحرير، واللي أصبح بيعاني من ابتزاز الناس وكمان يعني القصور في العرض وآليات الحفظ. عشان في عهد الرئيس حسني مبارك بيتم وضع حجر الأساس للمشروع في سنة 2002 تقريبا كإعلان رمزي على بدء التنفيذ. بعدها يدخل المشروع مرحلة التصميم المعماري، وتم اختيار فريق معماري دولي من مكتب اسمه هانجان بينج عشان يعمل الواجهات الزجاجية والممرات العرض الواسعة، وكمان يعمل مختبرات حفظ حديثة وحاجات زي كده. لكن على الرغم من ان المشروع تم اعلانه في 1992، لكن التنفيذ الفعلي ابتدى في 2005 تقريبا. والمشروع من بداية يعني اللي هو يعني الفكرة والإنشاء والكلام ده واجه تحديات كتيرة لوجستية وهندسية، منها مثلا نقل القطع الأثرية، تصميم الهيكل الضخم، كمان البنية التحتية والحماية من العوامل الجوية زي طبعا الغبار أو الأتربة والحرارة. عشان بعدها تيجي الأحداث السياسية زي ثورة 25 يناير والاضطرابات اللي حصلت بعديها، تغييرات في الحكومة، أولويات مختلفة، ده اللي عمل حاجة اسمها تباطؤ في التمويل وكمان في التنفيذ. تيجي بعد كده الأزمة الاقتصادية، تقلب سعر الصرف وأعباء الإنفاق العام، ضعف الموارد، وكل الكلام ده أثر على القدرة في الالتزام بالجداول الزمنية والمواعيد. وكمان آخر حاجة حصلت كان جائحة كورونا أو كوفيد 19 اللي ضربت العالم كله مش مصر بس ما بين 2019 لحد 2021، واللي علقت يعتبر العمل في المشروع أو بطأت أو أجلت كمان من إنشائه والافتتاح اللي كان مخطط له. عشان في 2024 يبدأ المتحف يفتح بعض القاعات في مرحلة تجريبية اتسمت بسوفت اوبننج عشان تستقبل زوار محدودين وتكون تجربة يعني للعرض الأول. بعد كده تم الإعلان إن المشروع هيتفتح في 2025 في أوله، بعدين قالوا 3 يوليو 2025 هيكون يوم الافتتاح الرسمي الكامل، وده يعتبر كان أول مرة يعلنوا ميعاد عشان افتتاح دقيق. لكن في يونيو أو في يونيو 2025 رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أجل الافتتاح للربع الأخير من 2025، وبرر القرار بالتطورات الإقليمية والأحداث طبعا اللي كانت حاصلة لإخواتنا. وبرضه قال إن الدولة ليها رغبة في إن الافتتاح يكون حدث عالمي يليق بالعظمة المصرية من جهة أخرى. عشان يجي التاريخ الجديد اللي هو 1 نوفمبر 2025 يكون تاريخ نهائي لافتتاح المشروع اللي هو المفروض يكون تم افتتاحه حاليا. الوزارة قالت ان المتحف هيفضل مفتوح جزئيا خلال مرحلة التجربة لحد ما يتم تحديد موعد افتتاح رسمي بالكامل. نيجي بقى لأهمية المشروع والانتقادات والرهان اللي موجود حاليا. المتحف المصري هيعرض حوالي أو أكتر من 100,000 قطعة أثرية، وكتير منها هتبقى بتتعرض لأول مرة من عصور ما قبل التاريخ لحد العصر القبطي. هيكون من أبرز المعروضات مجموعة توت عنخ آمون الكاملة، وكمان السفينة الشمسية الخاصة بفرعون خوفو، وكمان هيكون في بنية حديثة ومختبرات ترميم متطورة، بيئة عرض محكمة، واجهات زجاجية زي ما قلنا، ممرات واسعة عشان تربط المتحف
بالاهرام. القيمه الرمزيه للمشروع ان هو كمان يعني معمول عشان ترويج لوجهه مصر كحضاره وثقافه، وكمان ضخ استثمارات في السياحه والهويه الوطنيه. نيجي بقى للانتقادات والمخاوف. طبعا الانتقادات قالت ان تكلفه المشروع كانت كبيره جدا، وموازنه الدوله مش هتستحمل الاعباء الضخمه دي، وده عمل تساؤلات من جانب الناس او بعض الناس اللي قالوا ان الموارد المفروض انها تتوجه لمشاريع تنمويه او مشاريع خدمات اساسيه. كمان التاجيلات المتكرره خلقت شعور بعدم الكفاءه، او ان المشروع معمول لمجرد دعايه سياسيه للدوله يعني. وفي ظل كمان الازمات الاقتصاديه وتدهور العمله، كمان كان الحفاظ على جوده التنفيذ والصيانه وتكاليف التشغيل، قالوا ان دي هتكون معضله كبيره وهتكون تكلفه كبيره على الدوله. بعض الناس كمان او بعض الانتقادات قالت ان الاعلان عن الفتره دلوقتي كاستقرار نسبي للبلد ده بيعد استغلال اعلامي لعرض انجاز تم انتظاره من حوالي 30 سنه، ودي حقيقه يعني برضو حاجه برضو تضاف كانجاز يعني. في الختام، لو حبيت يعني تعمل رحله للمتحف المصري الكبير، اعرف ان هو مش مجرد بنى خرساني او ازاز وحديد، لا ده صراع بين الطموح وبين الواقع، بين حلم حضاري وتحديات سياسيه واقتصاديه. اتبنى عشان يكون جسر بين الماضي والمستقبل، لكن الزمن بقى خصم ليه. يعني ان شاء الله لما يتم افتتاح المشروع هيكون اللحظه دي اكتر من عرض، لا دي هتكون امتحان لقدره الدوله على تحويل الحلم لانجاز حقيقي ومستدام، ومش مجرد شعار في كتيب دعائي. لو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعه والكومنت. سلام.